السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا حبايب قلبي، صباح الخير على كل اللي لسه فاكر ريحة القهوة البلدي وصوت الكوباية وهي بتخبط على الترابيزة كأنها بتقول اقعد، الدنيا لسه فيها حكاوي كتير. حلقتنا النهاردة مش حكاية واحدة، حلقتنا عمر كامل بيتحكي من التلاتينات لحد أول الألفينات. نشوف بقى ازاي الحكاوي اتغيرت وازاي احنا اتغيرنا معاها من غير ما ناخد بالنا. دي حلقة عن الرجالة اللي كانت بتحكي بعينيها، وعن القهاوي اللي كانت بتسمح بقلبها. زمان لما كانت القهوة مش بس مكان، كانت وطن صغير اللي داخلها شايل همه واللي طالع منها شايل حكاية. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. نبدأ بقى من أول الحكاية، من التلاتينات والأربعينات، أيام ما كانت الكلمة عقد. زمان كان عم عبد الجليل يقعد على القهوة كل يوم بعد العصر يشرب شاي على مهله وبيحكي من غير ما يزود ولا يقلل. أصل زمان الكلمة كانت عقد والراجل كلمته تمشي قلبه. وساعتها افتكر موقف صاحبه اللي باع أرضه علشان يسدد دين صاحبه وما قالش لحد ولا حتى لصاحبه نفسه. كان بيعمل المعروف من غير ما يستنى الشكر، كان يستناه من ربنا. زمان الحكاية كانت شرف، والقعدة كانت أمان، والقهوة كانت محكمة عرفية يتحل فيها كل حاجة بالكلمة والنية. نيجي بقى للحكاية التانية، وهي من أيام الخمسينات والستينات، والحكاية بقى فيها كانت وطن. القعدة كبرت والحكاوي كبرت وبقت الكلمة تتكرر، مصر. وهنا كان المعلم حسن بيتكلم عن الشغل وعن البلد وعن العيال اللي رايحة الجيش والرجالة اللي مرجعتش. الحكاية هنا بقت تقيلة، فيها فخر وفيها دمعة مستخبية وفيها كمان أمل غصب عنه. القهوة ما بقتش بس مكان، بقت مساحة نطمن فيها على بعض إننا لسه واقفين. السبعينات والتمانينات ولقمة العيش والغربة. هنا بقى الحكاوي اتكسرت شوية، دخل فيها غربة وسفر وتعب. وافتكر عم صابر لما سافر وساب أمه ومراته علشان يجيب لقمة العيش، ولما رجع حسوا إنه غريب في بيته. القهوة هنا بقت مكان نفضفض فيه، مش بس نحكي. نيجي بقى للجزء المفضل ليا في الحلقة بصراحة، التسعينات. آخر جيل نضيف من وجهة نظري ومن وجهة نظر بعض الناس، ممكن نختلف نتفق وجهة نظر. التسعينات شلة القهوة، الضحكة من القلب، الهزار اللي ما بيجرحش، والجدعنة اللي من غير مقابل. كنا نطلع من بيوتنا ونرجع آخر الليل أمهاتنا مطمنين عشان احنا مع بعض. الصحبة كانت عيلة، والقهوة كانت بيت، والحكاية كانت ضحكة، خناقة، تصالح، وشاي من غير تعقيد، من غير فلسفة، ومن غير قسوة. أول الألفينات الحكاية استعجلت. هنا بقى الحكاية قصرت، القعدة قلت، والناس بقت مستعجلة. كل واحد بيحكي وقليل اللي سامع، بيشتكي وقليل اللي فاهم. القهوة بقت واي فاي وشيشة وصورة وستوري، والحكاية بقت بوست مش تجربة. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك.
مش عيب إن الزمن يتغير، العيب إننا ننسى إحنا كنا إيه. القهوة علمتنا إن الرجولة مش موقف. القهوة علمتنا إن الرجولة موقف مش صورة، وإن الحكاية روح مش كلام. يمكن الزمن جري ويمكن الدنيا زحمت، بس لسه في قعدة ولسه في حكاية ولسه في قلب بيحب يسمع. واحنا هنا في راديو عالم تفرج هنفضل نقول الحكاية على مهلنا زي زمان، عشان اللي نسي يفتكر. يمكن الحكاية اتغيرت بس لسه في ناس نفسها تحكي. كنت معاكم أنا محمد سعد من حلقة النهاردة حكاوي القهاوي ومن جوه الحكاية. يلا بينا أشوفكم في حلقة جاية وأقول لكم باي، تعيشوا على حكاية أحلى وحكاية أنضف. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو